تحذير لجمهور الترجي، لان انت جاي عندي يوم 25 ماتش الاياب هنا في القاهره مش في تونس، فركز معايا. ده تحذير ليك وبيان نادي الترجي، وموقف من الترجي ما يتنسيش، ادارته وكابتن الفرقه وجمهوره. فركز معايا كده عشان نقفل ما نطولش على بعضينا. طبعا كلنا عارفين ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا بالاهلي والترجي. فهيبدا يطلع في مدلسين الاعلام عندنا، تبدا تطلع في الناس المفلسه، تبدا تدلس عشان نعمل نوش ونعمل اي مشاكل. بالتونسي كده، ان باللفظ المصري صعب اقولها لك، فخليني الاول عشان انا بخاطب التوانسه في الاول الفيديو، في الاخر هخاطبنا احنا كمصريين وكاهلاويه بصفه خاصه. بيقدموا الطحين، فهمت؟ شويه طحانه بالتونسي، تفهمها انت بقى زي ما تفهمها، وانت كده انا فاهم قصدي ايه. دي ترجمتها بالمصري صعبه، لو قلتها انا اللي ازعل دغري. فحضرتك لو من جمهور الترجي ما تسمعش لاي اعلامي عندنا، لان طلع مجدي عبد الغني كان احد اساطير نص الملعب بما يرضي الله، الحق اتقال، لكن هو راجل خلاص خلص كوره، بيطلع على الشاشه مفلس. كل اللي بيقدمه طحين بس بالتونسي، طحين، فاهم ازاي؟ فانت فهمني. طلع قال لك ان لعيبه الترجي بتشوف تيشرت النادي الاهلي في الملعب بتخاف وبتترعب وبتعمل كده. طبعا ده مجدي عبد الغني يمثل نفسه، ليه يمثل الا نفسه؟ هو القناه اللي بيقدم عليها البرنامج بتاعه اسمها الشمس تجمعنا، مسطبه برده من المصادر تقريبا على ما اعتقد، ولا مش عارف اسمها قناه الشمس، المهم ما علينا يعني. الراجل ده بيمثل نفسه، لا بيمثل النادي الاهلي. الراجل ده مش مرغوب فيه داخل النادي الاهلي. الراجل ده ما حدش بيطيقه من جمهور النادي الاهلي، وما حدش بيحبه، ولا بنعتبره حتى احد اساطير النادي. شاء من شاء، ابى من ابى، مفيش اهلاوي يحب الراجل ده. فبالتالي طلع شخص محترم مهذب جدا، ياما شفته على الفيسبوك، اعلامي تونسي. الراجل المحترم ده وهحط لكم صورته في الكومنتات، اخواتنا التوانسه اللي يعرف اسمه يقول لي اسمه. طلع بيتكلم بمنتهى الادب ورد عليه ردود محترمه، وكان معاه خالد الكربي. خالد الكربي طلع قال لك لا، هو لعيبه الترجي مش هتخاف، لان تيشيرت الاهلي دوت ما هواش ماريو، ما هواش تيشيرت ريال مدريد او البارسا. عزيزي خالد الكربي، انت حقك ترد، بس ما تخليش حد يسخنك، لكن المفروض انك لعيب كبير ولعيب سابق وفاهم ان دي مناوشات من طحانه او من اعلاميين مفلسين ما يقدروش يتكلموا كوره وما يعرفوش يتكلموا في حاجه، وما حدش بيتفرج عليهم، فلازم يعمل بلبله. لا، هو تيشيرت النادي الاهلي بشهاده احد اساطير تونس، سواء لاعب او محلل، الكابتن المحترم الخلوق طارق دياب. قال لك قبل كده النادي الاهلي في القاره دي هو ريال مدريد افريقيا. وخليني اقول لك، الكابتن خالد الكربي مع احترامي بالعقل يعني، شاء من شاء وابى من ابى. اوروبا فيها ماتش كلاسيكو اسمه ريال مدريد وبرشلونه. الاهلي والترجي هو ريال مدريد وبرشلونه بتاع قاره افريقيا، فما تسخنش ورا اعلامي مفلس ما عندوش حاجه يقدمها. لا، هو ماتش الاهلي والترجي، ريال مدريد وبرشلونه القاره دي. حتى لو الاهلي بالارقام بتاعته هو بعيد عن القاره كلها، مش هقول لك بعيد عن الترجي، يبقى ماتش الاهلي والترجي بيتعمل له 1000 حساب. احنا كاهلاويه قاعدين عاملين 1000 حساب للماتش، وعارفين ان ده ماتش وارد فيه نخسر ووارد فيه نكسب. كل ماتش وارد تخسر وتكسب، ده طبيعي. بس على سبيل المثال نهائي 2021 مع كايزر تشيفز، احنا كنا قاعدين متكيين، قاعد متكي. ماتش مع احترامي بلعب مع كايزر تشيفز، انا اسف، عارف ان في اي وقت ان شاء الله بفضل ربنا هنكسب، واكيد لربنا لو كان رايد لنا الخساره كنا هنخسر. لكن ماتش الترجي انا بقعد على اعصابي، وانت كمشجع تونسي او مشجع للترجي او مشجع للمكشخه بتقعد على اعصابك في ماتش الاهلي والترجي، فما تسخنش. مبدئيا عشان ما نشوفش الشحن الجماهيري اللي حصل في 2018 والجعجعه والبلبله، وناس تطلع تشتم وناس تطلع تشتم من الناحيه الثانيه، سواء جمهور اهلي او تونس، احنا بنمثل نفسنا. مفيش حد بيطلع يتكلم بلساننا، حتى انا كراجل اهلاوي ما بكلمكش بلسان الاهلاويه كلهم، بس الكلام اللي انا بقوله لك ده مفيش اهلاوي يختلف معايا فيه. كل الناس عندنا هنا في مصر النادي او جمهور النادي الاهلي عارف يعني ايه الترجي كويس جدا. انتوا اخواتنا، مرحب بيكم في بيوتنا. انا بقول لك انا واحد من الناس، هحط لك لينك الانستجرام بتاعي عشان في ناس ما بتعرفش تبعت مسجات على البيج، فبعت لي على الانستجرام عايز تيجي قبل الماتش بيوم او بيومين، مرحب بيك في بيتي شخصيا، استقبلك تقعد معايا يومين تتفسح قبل الماتش، ونروح الاستاد سوا مع بعضينا. تحب تاكل اكل تونسي حتى نطيب لك ونطبخ لك، ما عنديش اي مشكله خالص، بس هو انت جايب هات معاك علبه هريسه تونسيه عشان بحبها. المهم، مرحب بيك هنا بلدك الثانيه، ده ماتش كوره كلاسيكو القاره، يكسب الاهلي ان شاء الله باذن واحد احد. بحكم اني اهلاوي، مبروك لينا، هارد لك ليكم بكل روح رياضيه. لا قدر الله كان ربنا كاتب المكسب للترجي، مبروك ليك، هارد لك لينا، ده ماتش كلاسيكو القاره. قبل ما نقفل، جمهور النادي الاهلي ما تنساش اللقطه دي، اوعاك تنساها. وبما يرضي الله، اللي فكرني باللقطه دي اكيد كلنا عارفينها، لكن اللي فكرني بيها بالاخص في التوقيت ده محمد فارس بصراحه، عشان كل واحد ياخد حقه، الاعلامي بتاع قناه النادي الاهلي. بس البوست برده محترم بيوعي فيه الناس، كان بيتكلم عن، مش فاكر الكلام بصراحه اللي قاله، بس الصوره افتكرتها، فعارف انت ايه، حركت شويه مشاعر نظيفه جوانا يعني. سوري. المهم، دي لقطه من كابتن خليل شمام كابتن الترجي في وقتها، بوكيه ورد وراح يحطه عند جمهور الثالثه شمال.
وفي 2018 لما حصل المناوشات اللي كان سببها برضو احد مدلسين هنا عندنا، المدلسين بتوع اعلام اللي انت عارفه، الاعلام الابيض بتاع اعلام ضاضه، وعمل مناوشات وجمهور يطلع يشتم، ما نعرفش ده جمهور اهلي ازاي، وجمهور يطلع من هناك من تونس طبعا يرد ويشتم. اداره الترجي راحت استقبلت بعثه الاهلي بالكامل، وجمهور الاهلي في 2018 او 2018 اتعامل احسن معامله. كسبنا الترجي هناك في نهائي 2012 من قلب رادس، خرجنا بالكاس من قلب تونس بمنتهى الادب والاحترام، والجمهور خرج محترم، والجمهور خرج مبسوط ومترحب بيه في تونس. فنفس الكلام، لو حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها. زي ما دايما بيستقبلونا هناك كويس، انا بقول لك انا واي حد اهلاوي يقدر فعلا يستقبل حد من التوانسه اللي جايين يوم 25، اكتب في الكومنتات عادي ونتواصل انا وانت وهم والناس. لو انت تونسي وجاي وامكانيات الماديه معاك مش هتسمح ان انت تقعد في فندق وتبات وتكلف نفسك تكلفه عاليه، مرحب بيك في بيوتنا قبل الماتش بيومين. عايز تيجي قبلها ب3 مرحب بيك، عايز تقعد بعد الماتش بيوم او ب2 مرحب بيك زي ما قلت لك. وجرب، يعني اكيد انا مش شخص مثلا بقول لك كلمتين وهختفي، دي بيجي فيها الحمد لله اكتر من 110,000 شخص. جرب، ابعت لي على الانستجرام، هحط لك اللينك في الكومنتات. شوف تحب تيجي امتى، ظبط معايا، اجي اخدك من قلب المطار نفسه، قلب مطار القاهره، تترحب بيك، تتفرج على ماتشك وتتبسط، وربنا يوفق ان شاء الله النادي الاهلي. اكيد مش هكدب عليك، مش هقول لك يوفق الفرقتين. فالماتش يعدي، احنا اخوات، تونس بلدنا الثانيه، مصر بلدك الثانيه، مفيش اي خلافات بيننا، مفيش افضل بعلاقه الاهلي بجماهير الانديه العربيه، خصوصا الرجاء والترجي، دول اكتر جمهورين علاقتنا بيهم الحمد لله كويسه جدا. فنحاول نحافظ عليها زي ما احنا، ما نسمعش للمدلسين اللي بيطلعوا عندنا، وربنا ان شاء الله ينصر الاهلي ويجعل ال 12 ان شاء الله في الجزيره. لحد كده تمام، مش عايز اطول عليك، واشوفك فيديو جديد. سلام.